يمكننا برنامج إكسل من عمل الحماية للملفات بالكامل، حيث يتم تحديد العناصر التي يسمح للمستخدم بتعديلها داخل ملف العمل. ويمكننا عدم السماح للمستخدمين من رؤية صفحات العمل المخفية أو تحريك أو حذف أو إخفاء أو تغيير أسماء صفحات العمل. كما يمكننا أيضا عدم السماح بإدراج صفحات عمل جديدة أو نقل أو نسخ صفحات العمل بين الملفات المختلفة. ويمكننا أيضا عدم السماح بتغيير أبعاد أو موضع نافذة العمل أو إغلاقها. كما يمكننا عدم السماح للمستخدمين الغير مصرح لهم من فتح أو تعديل ملفات العمل، وذلك عن طريق تعيين كلمة سر لفتح أو لتعديل ملف العمل. فإذا أردنا على سبيل المثال عدم السماح للمستخدمين من نقل أو حذف صفحات العمل، وعدم السماح بتغيير أبعاد أو إغلاق نافذة ملف العمل، نفتح القائمة المسجلة Tools ونختار Protect Workbook من القائمة الفرعية Protection، ونرى أن الاختيار Structure فعال كوضع افتراضي، ويعمل على عدم السماح للمستخدمين بإدراج أو تحريك أو حذف أو إخفاء أو إظهار أو إعادة تسمية صفحات العمل، فنترك هذا الاختيار فعالا. أما الاختيار Windows فيعمل على منع المستخدمين من تحريك أو تغيير الأبعاد أو إخفاء أو إظهار أو إغلاق نافذة ملف العمل، فنشغل هذا الاختيار أيضا. وفي الخانة Password ندخل كلمة السر والتي سوف تستخدم لإلغاء حماية ملف العمل فيما بعد، ثم نضغط OK، ونقوم بإعادة إدخال كلمة السر مرة أخرى للتأكيد، ونضغط OK، فيتم تطبيق خيارات الحماية التي قمنا بإعدادها على ملف العمل الحالي. ونلاحظ أنه قد تم حذف المفتاح Close من شريط العنوان الخاص بنافذة ملف العمل، وبالتالي لن نتمكن من إغلاق نافذة ملف العمل، كما أنه لم يمكننا أيضا تحريك أو تغيير أبعاد نافذة ملف العمل كما نرى. وبالضغط بمفتاح الماوس الأيمن على اسم أي صفحة عمل في شريط WordSheet تظهر قائمة مختصرة بالأوامر الخاصة بالتعامل مع صفحات العمل، فنلاحظ أن الأوامر Insert و Delete، Rename و Move or Copy و Tab Color غير فعالة، وبالتالي لن نتمكن من إدراج صفحة عمل جديدة أو إعادة التسمية أو تحريك أو نسخ صفحة العمل، وأيضا لا نتمكن من تغيير لون مفتاح صفحة العمل الموجودة في الشريط WordSheet. ولإزالة الحماية من ملف العمل نفتح القائمة المسجلة Tools ونختار Unprotect Workbook، ثم نقوم بإدخال كلمة السر في الخانة Password ونضغط OK، فنلاحظ ظهور المفتاح Close بالإضافة إلى مفاتيح التصغير والتكبير في شريط العنوان الخاص بنافذة ملف العمل. كما يمكن تغيير أبعاد نافذة الملف كما نرى. وبالضغط بمفتاح الماوس الأيمن على أحد صفحات العمل من الشريط WordSheet نلاحظ أن أوامر هذه القائمة قد أصبحت فعالة مرة أخرى، حيث يمكننا إجراء عمليات التعديل المختلفة على صفحات العمل.